السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة طيبة مباركة للجميع. هنستكمل مع بعض أسرار العملات المصرية القديمة، وهنتكلم عن عملة متداولة معانا لحد النهاردة، عملة بنستخدمها في المواصلات وفي الأسواق، بناخدها فرق فلوس في البيع والشراء في الحاجات الصغيرة، وهي عملة النص جنيه. بس النص جنيه اللي بنتكلم عليه معظم الناس بتدور عليه، مش اللي موجود معانا وفي جيوبنا. النص جنيه ده بيعمل نص مليون جنيه، بس ليه مواصفات، واهم حاجه المواصفات دي. وبيسمى نص جنيه ابو الهول. تم طباعته واصداره سنه 1898، وبيحمل في المنتصف وجه ابو الهول، او على اليمين وجه ابو الهول. ان كان ده او ده بيعمل النهارده اقل سعر ليه تبع حاله الورقه بتاعته نص مليون جنيه. والنص جنيه ده من اوائل الطبعات المصريه للنقود، من أوائل الإصدارات اللي قامت بها دار الصك المصرية سنة 1898. دور في عملاتك، فتش في جيوبك، وما أعتقدش هيبقى في جيوبك المرة دي. اسأل جدتك أو جدك، ممكن يبقى معاهم ومش عارفين قيمته. دور في كل مكان في حاجات تذكارية للأجداد، إن شاء الله تعثر عليه. النص جنيه زي ما أنا قلت بيعمل أكتر من نص مليون جنيه. تابعونا على التيك توك محمد حكيم، وعلى اليوتيوب محمد حكيم بورسعيد. واشكركم واشوفكم على خير، وجمعة طيبة للجميع.